فاكر يوم فتحت الكتاب قبل الامتحان ب24 ساعة وبصيت عليه كأنه جبل، وانت جواك صوت بيقولك خلاص انت ضايع؟ انا كنت هناك وكنت فاكر انها نهايتي، بس اللي حصل بعدها غير كل حاجة. وقبل ما نبدأ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم علشان الخير يفتح من أول ثانية. الجزء الأول، البداية المظلمة فيه أيام في حياتنا ما بتتنسيش، واليوم اللي هدخل فيه امتحان الفيزياء وأنا مذاكرتش منه حرف كان واحد منهم. قاعد على السرير ماسك الكتاب بس مش شايف ولا كلمة، كل صفحة بتخوفني، كل قانون بيصغرني، وكل دقيقة بتعدي وأنا واقف مكاني. الساعة كانت 9 الصباح والامتحان بكرة الساعة 8، يعني فاضل 23 ساعة. وأنا آخر مرة فتحت الكتاب ده كانت من شهرين. بس قبل ما أحكي لك حصل إيه خليني أرجعك شوية ورا. الجزء الثاني، الهروب. كنت من الناس اللي بتحاول وكل يوم أقول هبدأ بكرة، ولما يجي بكرة أقول مش قادر، وبدل ما أواجه بقيت أهرب، ألعب، أتفرج، أنام، أعمل أي حاجة إلا إني أبص في الكتاب. بس مع كل هروب كان في صوت جوايا بيقولي لو فضلت كده هتندم ندم العمر كله. بس الصوت ده كان بيتكتم وسط الخوف، وسط الكسل، وسط الإحباط. الجزء الثالث، لحظة القرار. الساعة 9:30 حسيت إني على الحافة. قلت يا أستسلم يا أقرر، ولو مرة واحدة في حياتي أواجه الوحش ده. وقفت قدام المراية، بصيت في عيني وقلت يوم واحد مش قليل لو استغليته صح. وبدأت الخطة. الجزء الرابع، خطة الإنقاذ. الخطوة الأولى، تقسيم المادة. ما عدتش أشوف الكتاب ككتلة واحدة، قسمت المادة لنوعين: مفاهيم أساسية، قوانين، أفكار كبيرة، وتفاصيل، أرقام، حالات خاصة. قلت لنفسي لو فهمت المفاهيم التفاصيل هتيجي لوحدها. الخطوة الثانية، الفهم مش الحفظ. فتحت يوتيوب ودورت على فيديوهات 15 دقيقة لكل باب، وأنا بتفرج كنت بكتب الملاحظات بإيدي بلغتي أنا بدل ما أكتب القوة، شرش الكتلة، إكس العجلة. كتبت كل ما الحاجة تكون أتقل محتاجة تزق أكتر. فهمت مش حفظت. الخطوة الثالثة، تنظيم الوقت. استخدمت تقنية البومودورو، 25 دقيقة تركيز، 5 دقايق راحة. قفلت النت، بعدت الموبايل، وشربت 100 كل ساعة. كل 3 ساعات أكلت حاجة خفيفة بس فيها سكر طبيعي. النتيجة، دماغي بدأت تصحى. الجزء الخامس، لحظة الانهيار. الساعة 4 العصر، خلصت 3 أبواب، دخلت في الرابع، وقفت. الأسئلة مرعبة، دماغي قفلت. حسيت إني هرجع تاني أهرب، لكن لقيت في النوتة جملة قديمة كاتبها: لو هتستسلم في نص الطريق ليه بدأت أصلا؟ الكلمة دي رجعتني. الجزء السادس، التعلم النشط. قررت أعمل حاجة مختلفة. بقيت أشرح لنفسي بصوت عالي. لو مش فاهم حاجة أتخيلها كقصة. قانون نيوتن الثاني، تخيلت عربية بتزق عربية وفهمت الموضوع كأنه فيلم أكشن. كل ما حولت المعلومة لقصة ثبتت. الجزء السابع، المراجعة الذكية. بعد ما خلصت المادة بدأت أراجع بالمختصرات والخرائط الذهنية. استخدمت 3 ألوان: أحمر للمفاهيم، وأزرق للتفاصيل، وأخضر للأمثلة. وكل ساعة كنت أراجع القديم قبل الجديد. المعلومة بقيت تتحفر في دماغي. الجزء الثامن، النوم، عشر المعجزة. الساعة 11:10 بالليل خلصت. نمت 6 ساعات. صحيت 5:30 الصبح، راجعت من ملاحظاتي وشربت 100 ورحت الامتحان. الجزء التاسع، المفاجأة. أول سؤال تجربة من الباب الرابع، نفس الباب اللي كنت ههرب عشانه، بس لأني فهمته كقصة جاوبته. سؤال تاني، قانون كاتبه بأسلوبي جاوبته. النتيجة، جاوبت 80%. بالنسبة لي معجزة. الجزء الأخير، الرسالة الحقيقية. السر مش إنك تذاكر كل حاجة، السر إنك تذاكر صح، تفهم، تلخص، تراجع، وتواجه خوفك بدل ما تهرب. أنا مش عبقري، أنا بس خدت قرار ما أهربش تاني. اليوم الواحد كافي يغير شكل حياتك. لو حسيت إن الفيديو ده لمسك أو حسيت إنك مش لوحدك في الصراع ده، اكتب لي في الكومنتات. أنا هبدأ النهاردة، واعمل شير للفيديو ده لحد نفسك تساعده. اللايك بتاعك مش رقم، ده وقود يخلي الفيديو يوصل لناس محتاجاه بجد. اشترك في القناة لأن اللي جاي هيغير حياتك الدراسية بالكامل. سلام.